الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله جميعا. في هذا المنشور فيه نقاط، وسنتكلم على نقطة نقطة بإذن الله عز وجل، وسنتكلم عن البسملة تأصيلا وشرحا كاملا عند العلماء من حيث الأدلة والاختلافات والتوافقات وما شابه ذلك. وهذا المنشور سنتكلم عنه نقطة نقطة بإذن الله عز وجل، وكذلك هنا سنتكلم عنه ونبين ماذا يقول أهل السنة في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو ما شابه ذلك، وما الأدلة على ذلك. وسنتكلم أيضا حتى على الجهر والإصرار. بالنسبة للبسملة عند الإمام أحمد وعند المذهب، هذا كتاب الإنصاف. قوله ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة، أي إنه يريد أن يقول أنها آية مستقلة ليس لها دخل في آيات الفاتحة. يقول وهو المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه، أي الإمام أحمد. وهذه نص عليه تعتبر من أقوى روايات الإمام أحمد. قال المصنف والشارح هي المنصورة عند أصحابنا، أي أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. وعنه، أي عند الإمام أحمد، وعنه أنها من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص العكبري، وأطلقهما في المستوعب والكافي. هؤلاء والإمام أحمد أيضا ذكروا أنها من الفاتحة، البسملة من الفاتحة. فعلى المذهب هي قرآن، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، أي سورة التوبة، يعني ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة. وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وفي كلام المصنف إشعار بذلك لقوله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه، أي الإمام أحمد، هذه الرواية الثالثة، ليست قرآنا مطلقة، بل هي ذكر. قال ابن رجب في تفسير فاتحة وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر، أي إن ابن رجب يضعف هذه الرواية التي تقول أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، يعني ليست آية بمعنى من القرآن. طيب، هذه الرواية ضعيفة لا تصح. وكذلك هذه الرواية طبعا ضعفها ابن تيمية وغيره. ويقول فائدة ليست البسملة آية من أول كل سورة سوى الفاتحة بلا نزاع. قال الزركشي وغيره ولا خلاف عنه نعلم أنها ليست آية من أول كل سورة إلا في الفاتحة، وجزم به في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم. وهنا يتكلم عن الجهر، وسنؤجل هذا الأمر، وهي قضية الإصرار والجهر. إذن المذهب الحنبلي كما يقول مرداوي هو أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. هل القول أنها من الفاتحة قول موجود في المذهب؟ نعم موجود، ولكن الأكثر عند المذهب الحنبلي ونص عليه أحمد أنها آية مستقلة. وهنا قد يسأل أحدكم أنه عندما تقول للحنبلي إذن عندما تذهب إلى أنها ليست من الفاتحة إذن هي ليست من القرآن. هذا الكلام غير صحيح. يقول الإمام ابن تيمية في شرح العمدة وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض آية، وأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل. وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهب، ظنا منهم أن إذا قلنا ليست من السورة أي سورة فاتحة فقد قلنا ليست من القرآن،
وهذا غلط على المذهب، توهموه من مذهب غيرنا والله أعلم. إذا هذه أجنبية في المعنى. فالقضية ما في هل هي من الفاتحة أو لا، وليس أنه نفي للآية أو نفي أنها ليست في القرآن، هذا الكلام يختلف. أما عن قضية الترقيم فسننقل كلام الإمام ابن عثيمين، فيقول في الشرح زاد يقول: وليست من الفاتحة، الضمير يعود على البسملة، بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا البراءة، فإنه ليس فيها بسم الله اجتهادا من الصحابة، لكن اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف، لأننا نعلم أنها لو نزلت البسملة بين الأنف وبراءة لوجب بقاؤها، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فلما لم يكن علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح ثم ذكر الرواية. ثم هنا يجيب عن السؤال، فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة 7 آيات، فكيف توزع ال7 الآيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟ فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين 1، الرحمن الرحيم 2، مالك يوم الدين 3، إياك نعبد وإياك نستعين 4، اهدنا الصراط المستقيم 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. هذا التوزيع هو المطابق للمعنى واللفظ. أما مطابقته لللفظ فإننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا الوجه صارت الآيات متناسبة ومتقاربة، لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، فهذا تناسب لفظي. وأما التناسب المعنوي فإن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ذكر الرواية ثم قال. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقتضي أن تكون النصف هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون الآيات الثلاث الأولى لله تعالى، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، وإياك نعبد وإياك نستعين الآيات الوسطى بين العبد وبين ربه. فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ فالجواب: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم، ذكر في الحاشية المغني والإنصاف أن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة. إذا قال قائل: قلتم إن البسملة آية مستقلة ونحن وجدنا في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا هذه الحكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأ على أنه سيبتدأ بها في مقدمة قراءة السورة، لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله لنا الله عز وجل، فليس من هذا الباب. فهذا جواب من يقول أنها ليست من الفاتحة وإنما آية مستقلة، وتكلم عن موضوع الترقيم، وكذلك عرفنا اختلاف أصحاب أحمد وتلامذة أحمد والمذهب، وعرفنا أن الإمام أحمد ينص على أنها ليست من الفاتحة، وأيضا له قول آخر وهو أيضا صحيح أنها
من الفاتحة. وعرفنا هذا هو المذهب الحنبلي، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن مذهب آخر في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، ثم نتكلم عن الأدلة وما أشبه ذلك.